ودلوقتي يا جماعة هنتعرف على المرحلة التانية وهي مرحلة تشريح الضفدع. الأدوات اللي احنا بنحتاجها في التشريح هي عبارة عن جلد مجدد الطرف، مشرط تشريح، مقص بسن رفيع، جفت مع وجه الطرف، إبرة تشريح، إبرة تشريح عريضة الطرف، دبابيس تشريح، صينية تشريح، ومية بستخدمها أثناء التشريح. دلوقتي عملية التشريح بتتم كالآتي. ببدأ أجيب النموذج بتاع الضفدع بعد ما حضرناه، وأبدأ إن أنا أعمل له عملية تثبيت. التثبيت بيكون في التلت العلوي من صينية التشريح، ببدأ إن أنا أثبت الأطراف الأمامية. الدبابيس براعي إن هي تكون مايلة للخارج عشان كفاءة التثبيت رقم واحد. تاني حاجة علشان الدبابيس ما تغطيش على أي أعضاء أقدر أشوفها وأنا بعمل عملية تشريح. بعد كده ببدأ إن أنا أجيب الجلد وأبدأ إن أنا أقطع الجلد الخارجي. ببدأ القطع من عند المنطقة الشرجية للضفدعة كالآتي. ببدأ إن أنا أقطع أو أقص الجلد طوليا في اتجاه الرأس وحتى قاعدة الفك السفلي. ثم بعد ذلك ببدأ إن أنا أقص الجلد على امتداد الأطراف الأمامية وكذلك الأطراف الخلفية. بواسطة الإبرة عريضة الطرف ببدأ إن أنا أعمل عملية تسليك للجلد من طبقة العضلات البطنية الموجودة زي ما انتم شايفين في الشكل. التسليك يكون ببطء وبحذر لعدم قطع أي من الأوردة الجلدية الموجودة في منطقة الجلد أو الإضرار بأي من الأجهزة الداخلية الموجودة بداخل جسم الضفدع. ثم يثبت الجلد على الطرفين أو على الجانبين بواسطة دبابيس مائلة للخارج. يتم أيضا تسليك الجلد الموجود في منطقة الرأس والجلد الموجود على الجنب الآخر من البطن
وأيضا الجلد الموجود خلف الأرض. زي ما احنا شايفين دي أول خطوة من خطوات عملية التشريح. بفتح الجلد وابدأ ان انا اثبته على الجنب. طبعا العضلات البطنية بتاعة الضفدعة بتبقى تقريبا شبه شفافة، فممكن اشوف منها بعض الاعضاء الرئيسية زي الكبد، الاجسام الدهنية، وقد يرى او يلاحظ القلب. كذلك الحزام الصدري واضح جدا، والارتفاق العاني وعضلات الفخذين والذراعين. يلاحظ في هذا الجزء وجود خط أبيض بسميه الخط الأبيض أو الوريد البطني الأمامي، وهو أحد الأوردة البابية. استكمالا لعملية التشريح بقوم بقطع أو فتح منطقة العضلات على جانبي الخط البطني لعدم الإضرار بهذا الوريد كالآتي. يراعى القص السطحي لعدم الإضرار بأي جزء من الأجهزة الداخلية في الضفدعة. وتثبيت العضلات على الجانبين. كذلك الجانب الآخر. إلى الوصول إلى منطقة الحزام الصدري. وتثبيت أيضا منطقة العضلات على الجانب. بعد ذلك يتم وضع الماء على النموذج لسهولة استكمال عملية التشريح ورؤية الأجزاء الداخلية من النموذج. يتبقى الآن عملية تسليك الوريد البطني الأمامي من طبقة العضلات المستقيمة البطنية الموجودة. وكما يرى الوريد يسير بالمحاذاة، ها هو الوريد بمحاذاة العضلات البطنية يربطه غشاء رقيق، ويتم تسليكه كالآتي. يتم قص طبقة العضلات أسفل الحزام الصدري مباشرة، حيث أن الوريد يتجه إلى الكبد ولا يصل إلى تلك المنطقة.
بعد عملية القص تمسك طبقة العضلات بالجفت باليد اليسرى، والمشرط يكون في اليد اليمنى، ويراعى عملية التسليك بكل حذر.